على بعد عشرات الأمتار من السياج الفاصل بين محافظات غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتزامن مع مسيرة الأعلام التي ينظمها المستوطنون في القدس المحتلة، خرج آلاف الفلسطينيين من شتى محافظات القطاع وبدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي في مسيرة العلم الفلسطيني بمنطقة ملكة شرقي مدينة غزة، لتفنيد رواية الاحتلال الذي يسعى لتحقيق هيبته وسيادته على القدس من خلال ما يسمى بمسيرة الأعلام. مشاركة الفصائل الفلسطينية والكل الوطني الفلسطيني والأهلي هي للتأكيد على وحدة شعبنا الفلسطيني في مواجهة إجرام الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس وتحت العلم الفلسطيني الذي هو في مواجهة الرواية الكاذبة التي يحاول أن يروجها الاحتلال تحت عنوان ما يسمى ذكرى القدس الموحدة وتحت ما يسمى إعلان استقلال دولة إسرائيل. تنديد فلسطيني واسع بمسيرة الأعلام الاستفزازية للمستوطنين، وتأكيد على أن تنظيم هذه المسيرة سنويا دليل قاطع أن القدس مغتصبة وليست موحدة كما تدعي سلطات الاحتلال. اليوم هذا بالنسبة للشعب الفلسطيني يوم حزين، لأنهم اليهود اللي احتلوا فلسطين كلها، وآخر شيء اعتدوا على المسجد الأقصى. هاي هم ما رفعوا علم وإحنا رفعنا علم، والله الذي لا إله إلا هو لازم نشردهم زي الغنم. أطفال ونساء وشباب وكبار سن خرجوا رافعين العلم الفلسطيني ليعبروا أن فلسطين وعاصمتها القدس حق لا يسقط بالتقادم. المشاركة هذه اللي احنا جايينها اليوم، نساء، أطفال، أشبال، زهرات، شباب، كلنا اختيار، يعني الرجال الكبار اللي هيهم على العكاكيز جايين. أنا إصابة رجلي للبتر وجاية لأجل الأقصى، جايين لأجل القدس. احنا حنضلنا هنا نضحي أراضينا، حقوقنا مش حتروح حضر. كل محاولات الاحتلال لفرض السيطرة والسيادة على المدينة المقدسة تبوء بالفشل نتيجة إصرار الفلسطينيين على حقيتهم بالأرض والمقدسات وكشف سياسات الاحتلال العنصرية. تامر دلول، راديو الشباب، قطاع غزة.